السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشني قوي قوي من الفيديو اللي فات. نصلي على النبي يا حبايبي. النهارده هنشوف غدانا ايه باذن الله. عندنا هنا هنعمل لحمه مسلوقه ومع لحمه مفرومه. استنى نقول لكم نعمل ايه باللحمه المفرومه دي. البطاطس الصغيره، البطاطس الصغيره في المغرب عندنا بنبخرها بقى في البخار في الكسكاس في البخار على البخار. هنا بقى هنكورها، هنفضيها من جوه وهنعصج اللحمه دي وهنحشيها باللحمه المفرومه دي. هنعصجها وهنشوف بقى هنعملها ازاي دلوقتي باذن الله. هنفضيها بالمقوار ده من جوه، بس حتى الحشوه دي مش هنرميها، هنفرشها في الصينيه وهنشوف بقى هنعملها ازاي يا حبايبي. صلوا على النبي. بصوا هنفضيها كده اهو، مش هنفضيها قوي. حتى الحشو ده مش هنرميه، الحشو ده هنسيبه برضه، هنفرشه في الصينيه بيبقى طعمه حلو. هنعمل بقى باذن الله رز بشعريه. لسه تتحمر في الزيت يا حبايبي، هتتحمر الاول وبعد كده بتتحشي وكده كده ما بيفضوهاش من جوه قوي، تفضي كده. حبايبي نفضيها. اشكر حبايبي اللي بيعلقوا لي تعليقات الجميله دي، ربنا يكرمكم يا حبايبي ويسعد قلبكم يا رب. بكم والله ما هنوصل ولا هنعمل حاجه، وانا بقولها المره المليون، لو قلتها 100,000 مرة مش هشبع والله. يلا عشان الفيديو ما يجيش طويل هفضيها كلها كده وهنرجع مع بعض نحمرها بقى. حبايبي هنسلق هنا اللحمة، هنا بقى البصل انا خرطته كده اهو، هنعمل بيه نعصج بيه اللحمة. ماشي، نعمل عليها البصل شوية حبهان، نحط عليها الملح، عاوزة ازازة الملح ده هغيرها، فلفل اسود بس كده يا حبايبي. ده عامة لما بيبقى ليا مزاج بقى، لو عندك بقى خضار جزرايه قوطه حطي برضه بتبقى حلوه ومعسله برضه. الشوربه بتخلي الشوربه معسله برضه، حطيت له قطايه وبتاع معسله. نقفل على اللحمه دي. تعالوا ايه نعصج اللحمه المفرومه. هنا الغطا بتاعها نعصج اللحمه حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
لكم هنا ده ماجي وملح وفلفل اسود ماشي، وده شويه حبهان مطحون. حبهان مطحون بيبقى نفاذ مش زي التاني حب، بيبقى نفاذ ريحته نفاذه. عشان كده احط ايه سيكه سنه بس. نقلبهم عدل. ورحت للسوق ورجليا وجعاني من الزحلقه بيها في السلم، وواقفه بعمل الاكل كامل. المفروض يوم لما الواحد يروح فيه للسوق ما يعملش حاجه، يجي يرتب الحاجه وينظف الحاجه وشكرا على كده. لما تروحي تجيبي الحاجه بتاعت الاسبوع كله وتوضبيها وتظبطيها وتقفي بعد كده تعملي اكل صعب على فكره. دي صلصه كانت فرن امبارح بتاعت المكرونه. وايه الحله دي لحوسه احطها هنا. احط شويه صلصه بقى من العلبه عليها. هي كده حلوه دي السوق كده حلوه. هنقلبها نخليها تتقلب شويه في التوابل وكده وخلاص. نخليها تبرد بقى. نجيب بقى ايه البطاطس نحمرها في الزيت الاول. نعمل معاه شويه رز بشعريه، وهنا بقى نحمر البطاطس يا حبايبي. حبايبي هنا بنحمر الشعريه عشان الرز، والبطاطس بنحمرها الاول هنا وبعد كده نحشيها. رشه ملح وخلاص. الميه تغلي ونوطي النار عليه ونخليه ياخد ويدي مع بعض بقى حبايبي. لما الميه تغلي الاول متوطيش عليه ولسه الميه ما غليتش كده. ممكن عاوز سنه ميه كمان نزوده حبه ميه كمان. ايوه كده بس يغلي يا حبايبي. نغطي عليه ونغطيه ونسيبه بقى وكل شويه نقلب. حبايبي نخليها تتحمر حلو، خلوها تتحمر كويس زي اللي بنحمر البطاطس التانية بالظبط. زي كده اهو تتحمر. تبرد ونحشيها. هتشوفوها هعملها ازاي. مش هقدر افسر لكم لا، اذا مش زي ما انتم هتشوفوا، مش زي ما انتم هتشوفوا. اما تكون جميله قوي. حتى بتتاكل بالعيش يعني، بس هما بيحبوها بالرز وانا بحبها بالعيش على فكره. اكلها بالعيش، غمزيها بالعيش جميله قوي. بس هما عندهم العيش هو الرز مع الاكل. دي حاجه اساسيه اساسيه.
حبايبي حمرنا البطاطس كلها، هنحشيها دلوقتي. الحاجات اللي نزلت منها مش هنرميها على فكرة، مش هنرميها. هنزود عليها بقى ايه، معلقتين من الصلصة دي. هنزود عليها حبايبي القوطة دي. القوطة حبايبي في المغرب عندنا بيعملوا الحريرة كتير، كل يوم اعتبر بيعملوا الحريرة. لو عملتوا الطريقة الوصفة بالقوطة اللي انا بعملها هتريحكم قوي. تجيبوا القوطة الحمراء المستوية قوي من السوق، المستوية، وتغسلوها كويس وتنضفوها وتحطوها في المية. ما تكتروش عليها ميه، تقطعوها كده في حله كبيره، ما تكتروش عليها الميه، وتحطوا عليها شويه سكر عشان يشيل منها الحموضه بتاعت البتاع، وخلوها تغلي حلو. واضربوا في الخلاط يا حبايبي، ولا حطوا في اكياس في ازايز زي ما انا بعمل كده اهو. حط في الفريزر المقاس اللي انت هتطبخي بيه، هتبقى حلوه معاكي قوي وهتريحك. وحبايبي اللي كورناه وشلناه من القلب بتاع البطاطس، حطيت عليه قوطه وصلصه وشويه ملح وفلفل اسود وشويه زيت. هنقلبهم نخليهم يغلوا، وهما بيغلوا نقلبهم شويه في الصوص ده. دي الطريقه دي بتبقى حلوه قوي، تتاكل بالعيش من غير رز. هما بيحبوها بالرز، انا بحبها بالعيش. ماشي. وهي بتغلي كده على النار احنا نحشي ونستف عليها بس كده، بتبقى حلوه جميله قوي. تحتاج غلوه هنا، وبعد كده ايه ندخلها الفرن تكمل سوا في الفرن اهو حبايبي. احشيها كده، حتى لو فاضل لحمه مفرومه ولا كده انا بسيبها نوطي عليها البوتاجاز. حتى لو فضل لحمه مفرومه ولا حاجه انا بسيبها مع الصوص ده. جربوها والله هتعجبكم قوي قوي. غدوه جميله، غدوه عشاء، اي حاجه حلوه حبايبي. مش عارفه عندي العين بتاع البوتاجاز دي النص بيولع قوي والنص لا، ما اعرفش ليه. الجنب ده شعلته عاليه والجنب ده شعلته واطيه، مش عارفه من ايه. سلكناها ما خليناها ما عملناها، ما فيش فايده. بصوا حبايبي، نستفها كلها ونرجع مع بعض. حبايبي حشيتها كلها، ستفتها في الصينيه اهو، وعملت على حبه لحمه مفرومه من تحت. ما عملتش المفروم كله عشان كتير. هدخلها الفرن بقى تستوي بقى، تاخد وتدي مع بعضها، وهنوريها لكم بقى عامله ازاي. اهو حبايبي دي خلصناها اهو. صينيتها طلعت جميله وجميله جميله. بصوا دي والله انا بغمسها، بس بغمسها ما باكلش بالرز. رزنا بصوا فلفل وجميل ازاي اهو، كل رزيه لوحدها اهو. حطيت البناتي اللحمه هي استوت، حطيت البناتي بقى رز عشان ياكلوا، بيحبوا يشربوها ما يشربوها كده. يعني ما تنسوش اختكم في اللايك وفي الاشتراك، في اللايك وفي الاشتراك يا حبايبي. استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه حبايبي.